اماراتي عاملين ايه؟ فيديو النهارده ملخص مسلسل المتملك. الجزء الاول هو صيني ومتصنف درامي رومانسي. لو عاوزين تعرفوا احداث الدراما كملوا معانا الفيديو للاخر، وصلوا الفيديو 1000 لايك عشان ننزل ملخص الجزء الثاني في اسرع وقت ممكن. قبل ما نبدا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وانتظروا فيديو جديد على القناه الساعه 9 كل يوم توقيت مصر. اتفاعلوا معانا دايما وعلقوا اكتر اتنين بيتفاعلوا بيعلقوا كتير اقول اسمائهم ومصدر تعليقاتهم في اول كل فيديو، والناس اللي بتكتب لي تعليقات حلوه احط تعليقاتهم في اخر كل فيديو. واحب اشكر النهارده شهد ونور على دعمهم المستمر ليا. وما تنسوش تدعموا القناه الخاصه بملخصات الافلام، هتعجبكم قوي. فيها ملخصات افلام كوري وتركي واجنبي وهندي وانيميشن وصيني. فيها كل التصنيفات من رومانسي ورعب واكشن ومغامره وخيال علمي وكوميدي ومدرسي. وكمان في كواليس افلام. ادخلوا اشتركوا هناك وعلقوا كتير وشجعونا ننزل لكم افلام اكتر. واللي عاوز فيلم نلخصه يكتب لنا في التعليقات، مستنياكم هناك. وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، ويلا نبدا احداث الدراما مع بعض. المسلسل بيبدأ بالبطلة لما بتصحى بتلاقي شخص جنبها، وبتتصدم وبتلف وبتقول هو ايه اللي حصل امبارح، وده ما كانش حلم معقول. وبتفتكر ان هو كان معاها، وهنا بيقول لها ايه اللي مضايقك؟ انت متضايقه انك معايا؟ بتقوله فونان انا تعبانه عاوزه ارتاح شويه. وبعدين يا ريت ما تفكرش كتير، ما تنسيش انك ليك طفل صغير. بيقول لها مش عاوزك تقولي كده تاني. وبيرمي لها فستان وبيقول لها البسي ده. بتقول له فونان انا ممتنه ليك جدا عشان انقذتني من يان، بس حتى لو اتطلقت منه مش هقدر. بيقول لها ايه مش هتقدري؟ انت مفكره نفسك مين؟ انت مجرد مطلقه تم ارسالها ليا انا. هبقى في انتظارك في العربيه. وبيجي هنا وهي بتلبس وبيقول لها تتابعين المنزل مو علشان نتفرج على المسرحيه اللي هتحصل. بتقول له انا اتطلقت منه مش عاوزاه يكرهني اكتر من كده. بيقول لها ما عندكيش حق في الرفض. ولما بيركبوا بتقول له احنا هنعمل ايه بالظبط؟ بيقول لها هنحضر حفل زفاف مونشين. بتحاول تنزل بيمسكها وبيقول لها ايه ما كنتش متوقعه يطلقك امبارح ويتجوز النهارده صح؟ بتقول له مش عاوزه اروح هناك انا عاوزه انزل. بيمسكها وبيقول لها ناشو ما تقلقيش انا هخليك انت خارج الموضوع ده علشان عاوزه اديكي فرصه تانية تعيشي فيها. ودلوقتي هسالك تاني الفرصه دي انت عاوزاها ولا لا؟ بتقول له تمام هسمع كلامك. بيقول لها ايوه كده خليكي لطيفه. وبيوصلوا اول ما بيشوفها الامن بيقول لها مش مسموح وجودك هنا يا انسه ناشو. بيجي هنا البطل بيشدها كده عليه وبيقول له حبيبه الرئيس ما عندهاش حق تدخل. بيقول له لا اكيد اتفضل في الدخول. بيدخلوا فعلا وبتنزل العروسه اللي هي بتكون حامل اصلا. وبتقول مين اللي سمح للمرأة دي تدخل هنا؟ وبيقول هو كمان صح مين اللي دخلك هنا؟ الضيوف قربوا يوصلوا يلا امشي من هنا. والعروسه بتقول لها انت ما قدرتش حتى تديله ابن. بتقول لها بتقولي ايه؟ وهنا بيدخل الرئيس اللي بيقول مين سمح لك تتكلمي معاها كده؟ وبتخاف البنت وبيقول لنشا انا اسفه. وبيقول لمو قبل سنه من سفري قلت لك حاجه مهمه جدا فاكرها؟ بيقرب منه وبيقول له قلت لك لو زعلتها او خذلتها خليك تندم. وبياخد نشا وبيمشي. بيقعد في العربية وبتقوله بعد ما اتجوزنا هو كان على علاقة بيها. بيقول لها انت لسه بتخمني؟ كفاية بقى التصرف بلطف ده كتير قوي. حصل عليكي مؤامرة ولو مش مصدقة ده هو ده الدليل. هو وهي كانوا متفقين ضدك طول الفترة اللي فاتت. بتقول انا مش مصدقة. قال لها خلاص شغلي وشوفي بعينيكي. وبتتصدم. وهنا البنت بتقوله يا مو والدي لقى حاجة مهمة جدا المرة دي على الأقل هيقضي فيها ونشو 10 سنين في السجن ونتجوز احنا بقى. بيقول لها 10 سنين كفاية قوي، بس قبل ما نعمل كده انا خايف الفترة دي من ونشي جدا لان شكل رد فعله هيبقى قاسي. بتقول له ايه رأيك نخطف ناشو ونهدده بيها؟ بيضحك وبيقول لها بس ونشو ما يفسدش الامر اهم حاجة. بتقول له لا ما تقلقش خليها عندي. وهنا بتقول له ناشو ان مو كان بيخدعها طول السنين دي وابوها. بيقول لها حتى ابوكي كان مو السبب في الحادثة اللي اتعرض ليها. بتقول له ايه؟ بيقول لها ايوه لو عاوزة تقدري تبلغي عليه، غير ان هو كسر الفرامل بتاعه العربيه بتاعتك وكان السبب في الحادثه اللي انت كمان اتعرضت لها، وان هو استخدمك في حاجات كتير وانت مش حاسه. بتقول له انا عاوزه ابلغ. بيقول لها وانا هساعدك. بتقول له انت بتعمل معايا كده ليه؟ بيقول لها عادي انا بحب اعمل اي حاجه وانا زهقان. بتدخل تنام. بيقول لها انت كويسه؟ نامي كويس ما تفكريش كتير. بتقول له انا كويسه ما تقلقش عليا. بيقول لها قبل اي حاجه انا شخص عنيد. بتقول له بس انا اكتشفت انك شخص جيد جدا. بيقول لها مش عاوزك تكلميني تاني بالطريقه دي، وبعدين مش عاوزك تكلمي اي راجل تاني، وعينيكي دي ما تشوفش اي راجل غيري في حياتك تاني خلاص. وبتخاف طبعا من طريقة كلامه ومن طريقة تهديده. وتاني يوم الصبح بتروح بيت مو، لكن الحارس بيقول لها انت تاني انا اسف بس اعتقد مش مسموح تدخلي هنا تاني كفايه اللي حصل امبارح.
بتقول له انا عاوزه اشوف السيد مو، بيقول مش هقدر ادخلك. وهنا بتتكلم البنت من جوه وبتقول لها دخلها. وبتقول لها ايه مش كفايه اللي عملتوه امبارح، جايه تاني ليه؟ بتقول لها انا عاوزه رد واحد على سؤالي، انتوا اللي قتلتوا ابي. بتقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بتقول لها انا معايا دليل، وبتوريها الفيديو. بتقوم تحاول تاخد الفون منها وبتقول لها انت جبتي ده منين؟ بتقول لها مش مهم منين، المهم ده صح ولا غلط. بتحاول تضربها لكن نشو بتزقها وبتقع، وبتمسك بطنها وبتقول لها مش هسيبك غير لما اعرف انتوا عملتوا ايه. هنا بيرن فون وون وبيتبلغ ان الانسه ناشو خرجت من البيت وراحت بيت الاستاذ مو. بيقول لها بدأنا يا ناشو في كسر الاوامر بتاعتي. ولما بيروح البيت مش بيلاقيها بيتعصب اكتر وبيرن على مو وبيسأله عنها، لكنه بيقول ان هو ما يعرفش اي حاجه عنها وانه ما شافهاش اصلا. وبيقول له لو عرفت ان ليك علاقه في اختفائها هتندم يا مو. وهنا بتكون زوجة مو خطفتها في مصنع قديم مهجور وبتقول لها لازم نتكلم ونحظى بحديث جيد هنا يا ناشو. انتي عاوزه تعرفي مين اللي قتل ابوكي، وانا عاوزه اعرف مين اللي اداك الفيديو ده ووصلك ازاي. بتقول لها كويس يلا نتكلم. بتقول لها مين اللي اداك الفيديو؟ قالت لها مستحيل اعرفك في حياتي مين اللي اداهوني. بتقول لها خلاص مش عاوزه تعرفيني، يبقى انتي والفيديو لازم تختفوا من على وش الارض. وبتسلط قاتل يقتلها وبتمشي هي. هو بيخنقها وهنا بتحس البطلة بخيال شخص، وبيكون البطل اللي بيقول لها لا يا ناشو انتي كويسة، لكنها بتكون اغمى عليها خلاص. بيقول لها مش هسمح لك تموتي من غير اذني، فوقي يا ناشو. وبيخلص ملخص الجزء الاول على هنا. وصلوا الفيديو 1000 لايك عشان ننزل ملخص الجزء التاني والاخير في اسرع وقت ممكن. وبس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واعملوا لايك للفيديو لان شيء بيفرحني جدا، ودي تعليقات اكتر ناس بتتفاعل وبتعلق معايا الفتره دي. شكرا لكم جدا يا حلوين. وبس يا ريت تنوروني في المنتدى، بنزل هناك رابط ملخصات افلام جميله جدا، وكمان في صندوق الوصف هتلاقوا ملخصات افلام جميله جدا. ما تنسوش تدعموا القناه الخاصه بملخصات الافلام هتعجبكم قوي. فيها ملخصات افلام كوري وتركي واجنبي وهندي وانيميشن وصيني، وفيها كل التصنيفات من رومانسي ورعب واكشن ومغامره وخيال علمي وكوميدي ومدرسي. وفي جواليس افلام بتنزل زي طريقه تصوير الافلام الخيالي والمغامرات وكده وحاجات حلوه قوي. ادخلوا اشتركوا في القناه وعلقوا كتير وشجعوني ننزلكم افلام اكتر، واللي عاوز فيلم نلخصه يكتب لنا في التعليقات مستنياكم هناك. وفي فيديو حلو قوي لسه نازل دلوقتي ادخلوا اتفرجوا عليه. متنسوش تشتركوا هناك، هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف في التعليق المثبت. ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. باي باي.